في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس من توقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار مع السرقة بالعنف، عدم التبليغ عن جناية، وجرحة إخفاء أشياء مسروقة. تعود حيثية القضية إلى تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برسالة لمكالمة هاتفية من أحد مواطني البلدية، مفادها أن مسكنه العائلي تعرض إلى عملية السطو والسرقة. على الفور تم التنقل إلى عين المكان. بعد المعاينات تم العثور على سيدة طاعنة في السن تعرضت للضرب من طرف شخص مجهول كان مكمم الوجه. هذا الأخير قام بسرقة مبلغ مالي كان متواجدا داخل إحدى غرف البيت يقدر بمليار و700 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري حسب ما صرح به ابن الضحية. انطلاقا من هذه المعطيات تم توسع نطاق البحث والتحريات، حيث تم التوصل إلى المشكوك فيها، ويتعلق الأمر بابنة أخ الضحية البالغة من العمر 21 سنة. بعد التحقيق معها أفادت فوج المحققين بتورط ابن خالتها البالغ من العمر 27 سنة في القضية، الذي تم توقيفه على الفور. مواصلة لحيثيات التحقيق مع تنشيط عنصر الاستعلامات تم التوصل إلى المتورط الثالث في القضية. أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص واسترجاع مبلغ مالي قدره مليار و318 مليون 600 ألف. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم في القضية، وسيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.